عباد الله، إنه لينبغي لنا أن ننيخ المطايا هنا وأن ننزل الركائب عند قول سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف: إنك لتعلم أني أكثر أهل المدينة مالا، فتعال شاطرني مالي. هذه هي الأخوة الحقيقية، هذه هي الأخوة الحقة التي ينبغي والله أن نصدع بها وأن نعلي بها أصواتنا وأن نضج بها في العالم أجمع. إنها التضحية، إنها الفدائية، إنها روح الأخوة التي تغلغلت في دماء أولئك الأخيار الذين رباهم محمد صلى الله عليه وسلم. تعال عبد الله فقس حال أولئك بحالنا، انظر إلى الأخوة الكاذبة، إلى الأخوة المزعومة، إلى الأخوة التي ننطق بها بألسنتنا ولكن فعالنا تخالف تلك الأخوة جذرا. والله إنها لتخالفها جذرا. ضيقنا على أنفسنا في الجوار، قطعنا أرحامنا، توقفت مزارعنا عن الحرث، ومع ذلك ندعي الأخوة. الميراث لم يقسم منذ سنوات ومع ذلك ندعي الأخوة. أين الأخوة؟ أين الأخوة من صورة الأخوة التي بين عبد الرحمن بن عوف وبين سعد بن الربيع رضي الله عنهما وأرضاهما؟ إنهما ليس بأخوين في النسب ولكنهما أخوان في الإسلام، سرت بينهما هذه الأخوة الحقة، ونحن الآن إخوان من النسب وأبناء عمومة وجيران وأهل رحم، ومع ذلك يحدث بيننا ما يحدث. ألا نستحي من الله؟ والله إن الله لا يمقت على ذلك، إن الله لا يمقت على ذلك. فلن يبارك لنا في أموال ولا في أولاد ولا في أوقات ولا في أعمار، وإذا قدمنا على ربنا جل وعلا لربما أن كان لنا نصيبا من العذاب، فإن الله جل وعلا قال: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد.